بيبدأ الفيلم بريك وهو بيجري وبيضرب في اي جندي يقابله، بيفضل يضرب فيهم واحد ورا التاني لحد ما بياخد طلقه بتريحه على الارض. بنروح للهند وتحديدا في مدينه مومباي، بنشوف اوفي وهو بيركب العربيه مع اصحابه بعد ما خلص المدرسه. بيروحوا يقعدوا على كافيه، بيكون اوفي معجب ببنت، فصاحبه بيقول له روح واتكلم معاها وهتلاقي حاجه تشربها، فبيتكسف بيروح. وساجو بيقول له انت اتاخرت ليه؟ ابوك مش قال لك تخلص وتيجي على طول؟ بيسيبه يمشي وبيطلع من البيت من وراه وبيروح يسهر مع اصحابه. بيقف هو وصاحبه ده يولعوا سجاره، لكن فجاه بيخش عليهم ضابط شرطه، فصاحبه بيرمي السجاره، فالظابط بيقول له ايه اللي رمتوه ده؟ وبيشوف السجاره بيقول لهم ما تقلقوش خالص يا شباب ما حصلش حاجه. لكن فجاه بيطلع سلاحه وبيضرب صاحب اوفي بالنار وبياخد اوفي وبيمشي من المكان. وبنشوف ابو اوفي وهو مسجون وبيقول لسينجو يا حيوان انت، انا مش قلت لك تخلي بالك منه؟ رجعهولي بقى والا هتزعل مني. هو عاصف خطفه عشان يذلني بيه، رجعهولي بقى باي طريقه والا هتزعل على ابنك. بيروح ومراته بتقول له ما تقول لي يدفع الفديه ويطلعه، هو ليه ورطنا في الموضوع ده؟ بيقول لها انا هحاول اعمل اي حاجه عشان ارجع الواد واحميكم. بنشوف ريكو وهو قاعد مع اصحابه وفجاه بيقوم وبينط من مكان مرتفع في النار، بيقعد تحت الميه كتير وهو تحت بيفتكر ابنه ومكان مع بعض. بيروح للمكان اللي قاعد فيه ونيك بتروح له بتشوف عنده علاج وهو بياخده لانه مريض. بتقول له عندنا مهمه جديده هننقذ طفل مخطوف، والطفل ده ابن رئيس عصابه كبيره واللي خاطفينه عصابه بتنافس ابوه. بيقول لها غاسبر موجود في المدينه اللي مخطوف فيها الطفل. تقول له عدى وقت كتير واحنا لازم نتحرك لانقاذ الطفل في اسرع وقت. بيقول لها خلصانه. تقول له زعيم العصابه اسمه عاصف وصاحب اكبر عصابه في المدينه، اول ما تاخد الوضع هيكون الموضوع صعب انك تخرج من هناك. بيقول لها انا متعود على المهمات الصعبه. تقول له المهمه صعبه قوي، ايه اللي يخليك تقبلها؟ بيقول لها محتاج الفلوس دي باي طريقه. تقول له نتقابل بكره وبتمشي. بنشوف ساجو وهو مسافر على المدينه اللي مخطوف فيها الواد. بيوصل ريك المكان اللي هيخططوا فيه وبيقولوا له ده الرهينه المخطوفه اسمه اوفي وده ابوه اكبر زعيم عصابه في البلد وهو حاليا بيقضي عقوبه في السجن، والشخص اللي خطفه اسمه امير عاصف اكبر زعيم عصابه في بنجلاديش واكبر زعيم عصابه في الهند ضد اكبر زعيم عصابه في بنجلاديش. المهمه هتتم ازاي؟ انت هتجيب الطفل وتروح على المركبه اللي فيها رجالتنا، هتنقلك لمكان تاني نكون احنا مجهزين طياره هتاخدك من المكان. بتبدا المهمه وبيوصل تيلر لبنجلاديش وبيكلموا واحد وبيقول له روح عند المغسله اللي على اول الشارع. بيروحوا بيلاقي عربيه جت خدته وبتطلع الناس دي اللي معاها الطفل يقولوا له فين الفلوس؟ بيقول لهم هشوفوا الطفل الاول. بيرفع عليه سلاحه وبيكون لسه هيضرب، فبيطلع السلاح ما فيهوش ذخيره. بيستغربوا كلهم انه ما خافش. ريك بيقول له وريني الطفل، الواد ده بيقول له وريني الفلوس الاول. بيقول له لا اشوف الطفل الاول. بيوروا له الطفل بياخدوه وبينزلوا، لكن وهم نازلين فجاه واحد من العصابه بياخد طلقه بتريحه على الارض. تيلر بيمسك واحد يرميه على السلم وبيمسك الواد ده بيخنقه وبيخلص عليه، بيفك نفسه وبيخبط في باقي العصابه. الواد بيقرب من الباب فبيضربه بالنار وبيعمل منه كباب، يدخل بسلاح عليهم وبينزل ضرب فيهم وفريقه بيكون شغالين ضرب في الرجاله من فوق. تيلر واحد بيفتح الباب فبيضربه ويخلص عليه، واحد بيكون جاي عليه فبينزل تخبيط فيه، واحد واثنين تاني جايين عليه بينزل تخبيط فيهم وبيفضل يضرب فيهم واحد ورا التاني لحد ما بيخلص عليهم. الواد ده بيكون ماسك سلاح وجاي عليه فتيلر بيتفادى فيه وبيخبطه في وشه بيريحه على الارض، واحد بيمسكه من ورا فبيخلص عليه، واحد بيضرب عليه نار فبيتفادى الطلقه وبيقوم بيخلص عليه، واحد تاني بيجي عليه فبيخلص عليه. بيلاقي الطفل رافع عليه سلاح بيقول له بس يا بابا، بيفك اوفي وبياخده وبيطلع من المكان، بيركبوا العربيه وبيمشوا. بنشوف الراجل ده وهو بيرمي عيل صغير من فوق المبنى عشان العيال تخاف وتقول له مين اللي سرق الفلوس. بيكون لسه هيرمي عيل تاني فالواد ده بيقول له انا عارف مين اللي سرق الفلوس، اللي سرقها الواد اللي انت لسه راميه ده. فعاصف بينده له بيقول له اسمك ايه يالا؟ بيقول له فرات. بيقول له انت ذكي قوي، خد بقى تعالي صباعين من ايدك عشان عايز مثل حي عن اللي حصل ده، وان اي حد يفكر يسرق فلوسي يحصل له كده. بيكون لسه هيقطع فبيدخل عليه العقيد ده بيقول له الواد حد خده. عاصف بيقول له اقفل لي كل المداخل والمخارج بتاع البلد. بيقول له مش هينفع. بيقول له لا هينفع والا هتزعل مني. بيوصل تيلر لمكانه بيدي اوفي حاجه ياكلها، بيطلع الاسلحه من العربيه وبيصور في اوفي بيقول له قول اسمك وانت من عيله مين. بيصور الفيديو وبيبعته لنيك وبيبداوا يتحركوا في الغابه. بيكون الرجاله مستنيهم في المركب عشان يمشوا. جيبي يكون واقف يراقب المركب بس فجاه الرجاله في المركب بيسمعوا صوت الانذار اشتغل. العقيد بيقول لعاصف الرجاله بتدور في كل مكان وهنجيبهم ما تقلقش. اوفي بيقول له تيلر انا مش قادر استحمل. بيقول له استحمل خلاص قربنا. لكن فجاه نيك محدش بيرضى يحول لهم فلوس المهمه. نيك بتقول لهم قولوا لهم قدامكم دقيقه وتحولوا الفلوس والا هتزعلوا على الواد، لكنهم في الاخر بيعرفوا انهم اتنصب عليهم. نيك بتقول لجي خش المركب شوف الرجاله محدش بيرد ليه، لكن فجاه بياخد طلقه بتريحه على الارض. نيك بتعرف ان في طيارات بتقرب من السفينه وانهم عرفوا مكانه فبتعرف تيلر. جي بيكون لسه عايش فالواد ده بيجي ويخلص عليه. تيلر بيشوف حد بيقرب منه فبيجري بسرعه من المكان. القوات بتخش المركب، الواد بيفضل يضرب على تيلر فبيشيل القناع وبيطلع ساجو. تيلر بيرمي عليه قنبله وبيجري منه، بيركب العربيه وبيجري بسرعه وهو ماشي بيلاقي عربيتين شرطه وقفوا في وشه فبيلف وبيرجع منهم. اوفي بيقول لسيدنا روح لساجو ده صاحب ابويا، بيقول له انا شغال لصالح ابوك والموضوع فيه حاجه غلط. ساجو شكله عايز يرجعك ليهم تاني، بيقول له طب ودينا للشرطه. تيلر بيقول له الشرطه برضه شغاله لصالح العصابه. بيفضل يجري ونيك بترن عليه وبتقول له اتجه نحو الجسر. بيلاقي عربيات حكومه كتيره بتجري وراه، ساجو كمان بيجري وراه وساجو بيفضل يضرب في عربيات الحكومه. تيلر بيفضل يجري منهم بيعرف ان عدى الجسر فبيرجع
بيرجع تاني وبيفضل يجري وسط الناس بتفضل تجري شمال ويمين. بيلاقي قدامه رجاله كتير فبيرجع وبيقول لاوفي يربط الحزام. اوفي بيقول له انت بتصوص زي المجنون يا عم. بيخبط في عربيه ساجو والشرطه بتطلع تدور عليهم في البيت، لكن بيظهر الوحش العنيف ده وبيخلص على الظابط ده. بيتحرك هو واوفي لكن فجاه بيلاقوا القوات جايه عليهم. بيفضل يضرب فيهم واللي بيمسكه بيخلص عليه والظابط بيجري وراه واوفي بيفضل يجري منه. بيفضل يرمي عليه حاجات لحد ما الظابط بيمسكه وبيفضل يشد فيه. بيهرب منه فبيطلع وراه وبيلاقي تيلر في وشه وهي طلقه بينهيه. بيفضل تيلر يضرب في اللي قبله واي حد بيجي جنبيه بينهيه. بيفضل يضرب فيهم لحد ما بينهي عليهم. بيطلعوا فوق بيخلي اوفي ينط على المبنى وبينط وراه. بيدخلوا البيت لكن فجاه بيلاقي ساجو بيضرب عليه وبيتفادى الطلقه. بيمسكوا في بعض فبيفضلوا يضربوا في بعض لحد ما بيقعوا من فوق المبنى وسبحان الله بيقوموا عايشين ولا حصل لهم حاجه. بيفضلوا يضربوا في بعض والاثنين بيمسكوا سكاكين وفي بعض مش سايبين. بيفضلوا يضربوا في بعض كتير لحد ما تيلر بيخبط ساجو بيقع منه السكينه على الارض وبيخبطوا في وشه وخبطه تاني في الحته الحساسه وهو على الارض بيريح. لكن فجاه بتيجي عربيه وبتخبط تيلر وبيقع على الارض. ساجو بيمسك السلاح وبيكون لسه رايح له فبيسمع صوت اوفي فبيروح له وبيخلص على الظباط اللي ماسكين واحد ورا التاني. ياخد اوفي وبيكون لسه هيمشي لكن تيلر بالعربيه بيخبطه وبياخد اوفي وبيمشي من المكان. وهم ماشيين بيلاقوا طياره ماشيه وراهم وعربيات كتيره بتيجي وراهم من كل اتجاه. بيفضلوا ماشيين والعربيات وراهم. تيلر بيقول له لاوفي هنط انا وانت من العربيه دلوقتي 1 2 3 وبينطوا والعربيه بتنفجر. الطيارات بيشوفوا العربيه وهي بتنفجر وبيقولوا لعاصف بيقول لهم عايز اشوف جثثهم بنفسي. تيلر واوفي بيقوموا ويمشوا من المكان بسرعه. ساجو بيكون ما ماتش. ايوه يا اسطى ما هي دي الهند انت مستني ايه؟ ما بيلاقوش الجثث وبيعرفوا عاصف انهم لسه عايشين. تيلر واوفي بيدخلوا يقعدوا في المكان ده وتيلر بيطلع رباطه وبيحاول يربط ايده فبيندى على اوفي يساعده. تيلر بيكلم نيك بتقول له انه يتلعب بيهم وانه ما حدش هيحول لهم فلوس وسيب الواد ده عندك وتعالى. فبيسال عن جي بتقول له مات فريقنا كله. بتقول له هنزل لك طياره بعيده عن هنا بشويه. اوفي بيقول له انا سمعت المكالمه انت ناوي تسيبني هنا؟ فبيقول له لا انت امل الوحيد في اني اخد الفلوس. ساجو بيتصل بمراته بيقول لها لو ما ردتش عليكي خلال 12 ساعه خد الفلوس واختفي من المكان. بيكلم ابنه بيقول له خلي بالك من امك واسمع كلامها. بيقفل وبيكون حزين قوي. تيلر بياخد اوفي وبيتحرك من المكان. بيركب عربيه بيكون لسه هيطلع فبيلاقي شويه عيال بمكنه جايين عليه وبيضربوا عليه نار. فتيلر بيسحب حديده في عجله المكنه بيشقلبهم على الارض. بيكون عيال تاني بيضربوا عليه نار. بيرمي دخان على الارض وبيقربوا فبيظهروا واللي بيمسكوا بيعجنوا مكانه. بيفضل يضرب فيهم واحد ورا التاني. الواد ده بيمسك السكينه وبيكون جاي عليه فبيمسك ايديه في الباب بيرزعه في الارض بينزل بيه وبيقوم تاني بيديه قلم بيراح على الارض. بياخد اوفي وبيمشي بسرعه من المكان. الشرطه بيكونوا جايين عليه فبينزلوا اعفن مكان على وجه الارض. بيتصل بنيكو بيقول لها اتصلي بغاسبر هو صاحبي وليه عنده جمايل كتير بسرعه عشان انا في اعفن مكان على وجه الارض وفوقينا يجي 200 راجل مسلحين. بيوصل غاسبر وبياخدهم من المكان. بيصحى تيلر وبيقعدوا مع بعض يشربوا المشروب الحرام. تيلر بيقول له احنا فين دلوقتي؟ بيقول له احنا في شمال البلد. انا قلت لنيك ان خروجك من هنا موضوع صعب وشبه مستحيل عشان كل النوافذ والجسور والطرق مقفوله حاليا. بيقول له انا لازم اسيبك ترتاح دلوقتي. الواد ده بيروح لعاصف وبيقول له كان تحت ايدي بس ضربني وقطع لي صباعي انت لو مسكته خليني انا اخلص عليه. عاصف بيقول له نصيحتي ليك خلي بالك من باقي صوابعك لانه مهما كنت قوي هتلاقي الاقوى منك انت مجرد طفل. وهنا يا صديقي النصيحه الصح من الشخص الغلط. المهم اوفي بيقول له تيلر لو كنت مت كان هيبقى بسبب. بيقول له لا ده كان هيبقى غلطتي انا. اوفي بيقول له انت شجاع قوي وبتنقذ الناس هل عندك عيله؟ فبيقول له عندي مراتي وابني. مراتي سابتني ومشت لمكان وابني مات. غاسبر بيوصل وبيقعد يتكلم مع تيلر وبيحكوا له عن مغامراته وهو صغير. غاسبر بيساله عن اوفي وبيقول له لسه نايم. غاسبر بيقول له الواد ده عايش حياه صعبه ولسه هيعيش الاصعب وعاصف مش هيخليه يعيش حتى لو روح ابوه في السجن. انا من رايي يتخلص عليه افضل من العيشه اللي هيعيشها له عاصف هيموته البطيء. تيلر بيقول له انت بتهزر؟ بيقول له انا بكلمك عن الرحمه يا جدع. غاسبر بيقول له انت عارف راسه هتساوي كام وانت هتضحي بحياتك في مهمه انتحاريه عشان عايز تعيش دور البطل. تيلر بيقول له فوق من اللي انت شاربه ده. غاسبر بيقول له انا هاخد الوقت في اي مكان وهخلص عليه من غير اي الم ده افضل حل ليه وليه. تيلر بيقول له انت اتصلت بحد؟ بيقول له هتصل بمين؟ فبيزقوا في الحيطه وبينزلوا بعض تخبيط. بيقول له انت بتضربني؟ عاصف هياخد الطفل وهيديني 10 مليون دولار وهيسيبك تمشي وهيديك الامان. تيلر بيقول له عايز نطلع اقتله انت مجنون؟ بيقول له لا انا اللي هعمل كده وبيطلع سلاح. فتيلر بيقول له مش هسيبك تعمل كده. بيقول له انت انقذتني كتير سيبني انقذك المره دي. بيكون لسه طالع فتيلر بيمسك فيه وبينزلوا في بعض تخبيط. غاسبر بيمسكه من ايديه وعلى الارض بيخبطوا. العنيف تيلر بينزل في وشه تخبيط. غاسبر بيخبطه في ايده المجروحه وبيفضل يخنق فيه. فتيلر بيخبطه في وشه. غاسبر بيخبطه في ايديه. تيلر بيرد عليه. غاسبر بيخبطه في وشه وبيجيبه على الارض. غاسبر بيقول له احنا بنعمل ايه؟ وهي انت شايف الدنيا يا صديقي ملهاش امان الاصحاب بياكلوا في بعض زي ما انت شايف. المهم تيلر بيقوم وبيمسك في غاسبر وبيشيله من ايديه وعلى الارض بينزل بيه. غاسبر بيقرب منه وبيمسك الحديده وبيكون لسه هيخلص عليه. فاوفي بيطلع وبيرفع عليه سلاح. غاسبر بيقرب منه. اوفي هم طلقتين بيخلص عليه. تيلر بيتصدم وبيهدي اوفي اللي بيكون مصدوم من اللي عمله. تيلر بيقعد جنبيه وبيحاول يهديه. غاسبر بيكون خلاص ودع الحياه. تيلر بيكلم ساج بيقول له محتاجك تساعدني وبيتقابلوا. تيلر بيطلع شنطه مليانه اسلحه. تيلر بيقول له انا عايز الواد يخرج من هنا باي طريقه. في رجاله مستنيانا عند الجسر في قوات هنا هحاول انا ابعده وانت خد اوفي عند الرجاله. بيفتح تيلر باب البيت ده
بتاعه، وساجو بياخد اوفي بيركب العربيه. الشرطه بتكون قافله المنطقه وبتفتش في اي حد تقابله. تيلر بيجهز الاربجيه وهوب بيضرب طلقه المكان بينفجر، وتيلر بيشتغل ضرب فيهم وبيخلص عليهم واحد ورا التاني، وهم بيضربوا عليه ضرب جديد بيستخبى وبيقوم يضرب تاني، وساجو بيعدي بالعربيه بسرعه. تيلر القوات كلها بتتلم حواليه لكنه بيشتغل ضرب فيهم. بيشوفوا الواد ده لسه هيضرب عليه فبيجري عليه وبيتفادى الطلقه، بيطلعوا عليه وهو بيشغل السلاح عليه. ساجو بيشوف الدنيا مقفوله فبيمشي على رجليه. عاصف بيراقب الدنيا من بعيد وتيلر لسه شغال ضرب فيهم، وبيكونوا طالعين على السلم فبيسلم عليهم بقنبله. نيك بتكون رايحه لهم بالعربيه بسرعه. ساجو بيكون بيعدي وبيشوف الظابط ده بيتخانق مع حد فبيعدي من وراه من غير ما ياخد باله، لكن فجاه هو معدي شرطي بياخد باله منه فبيندى عليه لكنه بيفضل ماشي والشرطي بيفضل ماشي وراه وبيندى عليه لحد ما بيقف. بيقول له وريني وش الواد ده فبيشوفه الواد بيرفع السلاح وبيكون لسه هيضرب، فساجو بيطلعوا بيخلص عليه هو اللي جنبيه. الرجاله بيتلموا عليه فبيرمي البتاع اللي عليه وبيشتغل ضرب فيهم، بيفضل يضرب فيهم واحد ورا التاني. بيشوف واحد واقف فوق بيخلص عليه، بيشغل قنبله وبينهي على اللي جنبيه وبسلاحه بيخلص على اللي بعديه. عاصف بيقول للعقيد ابعت لي قوات تاني على الجسر. تيلر بيكون بسلاحه شغال فيهم وبيفضل يضرب فيهم واحد ورا التاني، واللي جنبيه بيقول له انساني لا استناني عشان هتشوفني تاني. طياره بتوصل وساجو بيقول له اقف استخبى هنا وما تتحركش، بيفضل يضرب على الطياره، بيفضلوا يضربوا عليه فبيجري منهم. نيك ورجالتها بيوصلوا وبيشتغل معركه عنيفه، وساجو بتكون القوات وصلت له بيرن عليك وبيقول له تعالى لي بسرعه عند الجسر، فبيقول له خلصانه جاي لك. بيلاقي قوات جايه عليه وبتضرب عليه فبيتفادى الضربه، بتكون بتضرب على نيك واللي معاه وبتشتغل عركه عنيفه. نيك بتطلع وبتضرب على الطياره بالاربجيه تفجرها وبتنزلها على الارض. تيلر القوات بتخش عليه فبيرمي قنبله عليهم وبالسلاح بينزل ضرب فيهم. واحد بيضرب عليه فبيتفادى الطلقه وبيرميه على الارض وبيخلص عليه. شوف واحد من بعيد فبيخلص عليه، بيرمي له قنبله جوه المدرعه وبيفجرها. ساجو بينزل ضرب في القوات وبيفضل يضرب فيهم واحد ورا الثاني، بيمسك الواد ده وبيبعده على الارض وبيمسك السلاح وبيخلص عليه. تيلر بيوصل الجسر وبيخلص على اي حد يقابله. بيكلم ساجو بيقول له اوفي فين، بيقول له مستخبي في نص الجسر بحاول ابعدهم عنه. تيلر لسه شغال فيهم تخبيط، حد بيضرب عليه بيتفاداه وبيقوم يعجن اللي يلاقيه، يمسك جندي وبيشقلبه وبينهيه. ساجو حد بيضرب طلقه فيه وبيجي واحد عليه وبيمسك فيه وبيعافر معاه وبيطلع سلاح من اللي جنبيه وبينهيه، وواحد تاني بيجي فبينهيه. اوفي بيطلع من العربيه وبيستخبى من اللي جاي عليه. ساجو بيشوف جندي جاي عليه ويقوم بسكينه ويشرح فيه، صاحبه بيكون جاي عليه بيخلص عليه وبيمسك السلاح وبيعمر فيه، لكن فجاه بياخد طلقه بتخلص عليه للاسف يا صديقي. وطبعا حسب بيشوفه ويكون مبسوط. الطياره بتوصل عشان تاخدهم من المكان، لكن فجاه اللي مع الطيار بياخد طلقه بتخلص عليه، واللي مع نيك بياخد طلقه بتنهيه. تيلر بيخلص على الجنود اللي بيقابلهم واحد واحد. اوفي بينزل تحت العربيه وتيلر بيشوف ساجو وهو غرقان بدمه وبيدور على اوفي بيظهر له اتنين، بيطلع السلاح وبيخلص على الاول والتاني. الواد بيضرب طلقه فريك بينزل على الارض، الواد بيكون لسه هيكمل عليه لكن فجاه بياخد طلقه من نيك بتنهيه. تيلر بيكون عمال ينزف وبيفتكر ابنه اللي مات. اوفي بيجي جنبيه وبيفضل يعيط عليه. تيلر بيقول له اوفي روح عند الطياره بسرعه، فبيفضل يعيط وبيقول له الطياره بتنزل، وتيلر بيقول له اوفي سيبني وروح انت بسرعه. بيقوم وبيمسك سلاحه وبينزل تخبيط في القوات، بيفضل يضرب فيهم واحد ورا التاني. بيكون رايح ناحيه الطياره ونيك بتكون مبسوطه، لكن هوب بياخد طلقه من مين بقى؟ من الواد اللي ضربه في اول الفيلم. كلهم بيتصدموا حتى انت اتصدمت يا صديقي صح؟ نيك بتضرب نار على الواد لحد ما بيجري. اوفي بيجري ناحيه تيلر، تيلر بيحاول يقوم، نيك بتشد اوفي وهو منهار عليه. تيلر بيفتكر ابنه وبيرمي نفسه في الميه. اوفي ونيك بيكونوا زعلانين عليه وبياخدوا الطياره وبيمشوا بسرعه. بعد 8 شهور من اللي حصل اوفي بيكون ماشي في المدرسه وبيكون زعلان عليه. عاصف بيكون في الحمام، فجاه بتظهر جنبيه نيك وبتخلص عليه. اوفي بينزل الميه وبيقعد شويه بيلمح حد بيبص عليه، وهنا بيكون خلص الفيلم يا صديقي. متقلقش يا صديقي في جزء تاني هنزلهولك قريب قوي. لو عجبك الفيلم يا صديقي قدر تعبي واشترك في القناه وفعل زر الجرس ولف لك لفه في القناه، هتلاقي فيديوهات كتير هتعجبك. وما تنساش تصلي على النبي. وسلام.